أسعد الله أوقاتكم. شاهدوا هذا المقطع الخطير جدا واعتراف كامل بخصوص ملفات فساد كبيرة. خلينا نسمع هذا المقطع. لا أكتمك، يعني أنا لدي كتاب مكتوب وموجود في عدة نسخ بكل شيء، حتى الأسماء حتى الأسماء، حتى الأسرار، حتى الاجتماعات، حتى محاضر، كلها فيها. أي هذا إذا اضطررت أنشره، إذا ما اضطررت فعلا لحد الآن الأمور هكذا. بس شنو اللي راح يدفع الدكتور صلاح للاضطرار؟ يعني شو وقت تحس أنه أنت مضطر أن تنشر معك؟ يعني كان هو من قرار إقالتي لو ترجع له، قلت أني سأحافظ على كل شيء وعلى منهجكم وعلى شخصيات الدعوة وأسرارها ما لم أمس بالسوء. بتعريف هذا السوء ما هو؟ السوء هذا قرار الفصل اللي طلع واتهام بالفساد وصعب، فلذلك أخذت يعني أشعر بأني لست ملزما بما ألزمت به نفسي آنذاك في الإقالة، فالآن أتحدث وأتحدث عن كل شيء بما يتطلبه الوقت. يعني تقصد أنه الأمور الآن مكتوبة عند الدكتور صلاح؟ مكتوبة كلها، مجهزة للنشر؟ جاهزة للنشر، لكن الوقت ما حان. الوقت بعد ما حان. طيب قريب ولا بعيد هذا الوقت؟ انتظر الظروف إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا. مشعان الجبوري سابقا اعترف في الإعلام وقال أنه أنا قبضت رشوة، وبصوت واضح وبجسد واضح وفي الإعلام. الآن هذا هو صلاح عبد الرزاق من حزب الدعوة، هذا مؤلف كتاب كامل بكل ملفات الفساد، لكن هذا الكتاب مشروط أن يظهر. كيف؟ إذا اتهموه وحاكموه وحاسبوه سيظهر الكتاب، بس إذا ما كان أكو شيء عليه وما حد يحاسبه وما حد يقول له ما راح يظهر الكتاب. هذا رسالة إلى رئيس الوزراء. صح الموقف صعب عليك، ولكن يا رئيس الوزراء أنت رجل محترم وما تجامل. وكذلك رسالة إلى القاضي المحترم الأستاذ حيدر حنون. جناب السيد القاضي، أنت يوم اللي الزمت النزاهة طلعت كثير من المقاطع وأنتم تلقون القبض على المرتشين متلبسين، وأعتقد يا سيادة القاضي وأنت قاضي يا أستاذ حيدر حنون هذا اعتراف كامل وهذا ملف كامل من الفساد. هذه إلك مقدمة، أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأتمنى أن الناس تصنع من هذا الملف هدية لأرواح الفقراء، لأرواح اليتامى، لأرواح الثكالى، للدموع، للناس الجياع، ونقول لهم ذولي اللي أكلوا حقكم وحقوقكم. يا أستاذ حيدر حنون، الناس منتظرة منك أن تأخذ هذا المقطع بعين الاعتبار، ملف فساد واعتراف تماما. دمتم سالمين، وأتمنى مشاركة المقطع.